السلام عليكم خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ كلشي بخير؟ العائله مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم اخواتاتي بغيت نصاوب واحد الطاجين ديال اللحم بالبرقوق واللوز وقلت نشاركو معاكم. هنا خواتاتي عندي اللحم كي تتشوفوا، عندي هنا مقدار كبير لقبش العائله كثيره. غادي ندي اخواتاتي هاد الغدا غادي نصاوبو ان شاء الله، غادي ندي عند شي ناس. هنا عندي واحد جوج بصلات، هنا عندي اللوز، هنا عندي البرقوق، هنا عندي واحد الكاس تاع الماء فيه الزعفران، هنا عندي كاس صغير تاع الزيت، عندي جوج معالق تاع سنيده باش غنعسل البرقوق، هنا عندي شويه جنجلان. هنا خواتاتي عندي التوابل خواتاتي تنحتاج فيهم الابزار، تنحتاج سكينجبير، واحد العود تاع القرفه، تنحتاج واحد المعالقه ديال قعقله وبسيبيسه، هنا عندي واحد المعلقه تاع القزبر يابس، هنا عندي الخرقوم بلدي، وعندي معلقه تاع القرفه، وعندي هاد 4 فصوص تاع الثوم. هذا هما العناصر تنحتاج لهاد الوصفه هادي. انما خواتاتي تيجي واحد الطاجين معلك، تيجي رائع ما نقولش لكم. كان المفروض اخواتاتي هاد اللحم نرقدو فيه التغميره ديالو يبات مرقد من البارح، ولكن مع داك الوقت غندير دابا التوابل غادي نردو يطيب. ما عنديش الوقت اخواتاتي. دابا غنديرو في طنجره الضغط يطيب، عاد غادي نردو للطاجين. انا اي حاجه تنشاركها معكم بالتفصيل، ما نخزن عليكم اخواتاتي حتى حاجه. دابا ان شاء الله غادي نصاوب التتبيله لهاد اللحم هذا بلا قطعت البصله. كي تتشاف اخواتاتي دابا انا حكيت الثومه هادي. دابا غادي نزيدها هاد التوابل هادو، غنضيف كاع جميع العناصر هادو غنضيفهم هنا. غنضيف اخواتاتي هاد الكاس تاع الماء اللي فيه الزعفران. صافي دابا غادي نرقد هاد اللحيمه ديالنا فيها التتبيله هادي كي تتشوفوا. قلت لكم اخواتاتي غير داك الوقت ما خصني نصاوبو من البارح، ما كنت الصراحه ناويه نديرو. فاش فكرت اليوم قلت بالك عليا نحيدو عليا، ولكن ان شاء الله تيجي زوين، تيجي رائع اخواتاتي. انا اخواتاتي غنخليه مرقد واحد شويه، غنقطع البصله ديالنا اللي غادي طيب فيه. هذه البصله اخواتاتي اللي قطع دابا غنديرها في طنجره الضغط. دابا غادي نوضع هاد اللحم تاعنا فيها. درت اخواتاتي هاد القطايع كبار كي تتشوفوا، هادو الصغار يبقاو اللي جاي يصيب حقه، حتى واحد ما يبقى بلاش. ها انتم اخواتاتي كي تشوفوا دابا درت اللحم في الطنجره، وغادي نضيف هذاك فين رقدت اللحم، داك الكاس تاع الماء اللي فيه الزعفران غادي نضيفو هنا. صافي اخواتي كي تتشوف اخواتاتي دابا اكتفيت بهاد الماء اللي كان فيه الزعفران. دابا غادي نرد ان شاء الله الطنجره ديالنا طيب، وغادي نقص عليها النار ونخليها طيب على مهل. ديك البصله غادي يطلق الماء تاعها، وداك الماء تاعها فاش غادي يطيب هاد اللحم وغادي يتعسل وغادي يجي واحد الطبق رائع. دابا خواتاتي غندوز للمرحله فاش غنصفى البرقوق. هنا خواتاتي كي تشوفوا البرقوق راني غسلته مزيان. هنا عندي الماء في هاد الكاسرونه، غندير فيها العويه تاع القرفه وغنضيف عليها البرقوق تاعنا. صافي خواتاتي كي تشوفوا دابا غنديرو يتسلق. بعد ما نحس بيه طاب غادي نضيف ليه السنيده وغنزيد واحد المعلقه تاع الزبده. هنا عندي هاد الكاسرونه درت فيها الماء بارد، غنضيف عليه هاد اللوز، غنديرو حتى هو يتسلق. غطلعو الغليه، كيف طلع ليه الغليه غادي نطفي عليه وغادي نزول ليه القشره تاعو وغادي نحمروه في الزيت. راه الكل تعرف كيفاش يحمر اللوز.
كي تتشوفوا اخواتاتي اللوز كي قلت لكم غطلعوا الغليه صافي غادي نطفي عليه النار. غنطفي عليه النار وغادي نخليه هنايا طاب على خاطره. هنا خواتاتي الطنجره كي تتشوفوا هي طلعت الغليه، ما غادي نقلبها خواتاتي ما والو، غنخلي اللحم بحال هكا. دابا خواتاتي غنضيف هاد الكويس تاع الزيت. دابا خواتاتي بعد ما ضفت عليه الزيت غادي نسد على الطنجره تاعنا وغنخليها طيب. هو البرقوق تاعنا خواتاتي ها هو طيب كي تتشوفوا. غادي نقص عليه حتى هو النار ونخليه يطيب على خاطره. دابا ان شاء الله غندوز باش نعجن. كي تتشوفوا خواتاتي اللوز بعد سلقته انا زودت ليه القشره ديالو. دابا هنا عندي واحد الكاسرونه غنعمل فيها الزيت بارده خواتاتي ماشي سخونه. خواتاتي كي تتشوفوا الكاسرونه راها نقيه، راه غير مع الشعاع تاع الظل تتبان على الطريقه هذه. ديما محشماني انا هاد صراحه ولكن اخواتاتي كي تتشوفوا راها نقيه. اخواتاتي غنوضع فيه الزيت. الزيت بارده ماشي سخونه، وغنوضع فيه اللوز صافي وغادي نديرو يتقلى. كي تشوف اخواتاتي البرقوق هو طاب طفيت عليه. اللوز هو تيتقلى ونقص عليه النار باش يطيب لينا مزيان متقرمل، ما يجيش لاوي من الوسط، تجي فيه ديك التقرميشه. يا خواتاتي والغدا تا هو وجد. الحيمات خواتاتي راه طابو كي تشوفوا. فاش نخشى فيه القتيب دغيا تيمشي اذا راه طاب. والخبيزات خواتاتي تا هما طابو. عجينة خواتاتي هاد جوج خبيزات الفورص والفينو دهنتهم بالبيض ورشيت عليهم الجنزلان، جاو خواتاتي رائعين. ايوا هذا هو، ما بقى ليا غير نصاوب المرقه في الطاجين ونوجد راسي ونمشي عند الناس ان شاء الله. خوتي خواتاتي هذا هو الطاجين تاعنا، جانا على الطريقه هذه. حقهم في الجنه خواتاتي. جربوا خواتاتي هاد الطريقه ويستحق التجربه. جا واحد الطاجين رائع ما نقولش لكم. الدار عندي فيها بحال عندي شي عرس، رائحه الطيب ديال العراسات صراحه. يا خواتاتي اللي عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لايك ومن الاشتراك ومن تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.